السلام عليكم حبيباتي. في الفيديو تاع اليوم نشوفوا الركن الاخضر، نوري لكم نباتاتي كي ولاو. نشوفوا تاني تحليه سهله مهله بزوج حبات فاكهه برك اللي عندك. رائعه رائعه جدا. تنجموا تقدموها بطريقتين، طريقه ليفيرين والطريقه تاع ليزاسيات، تحطيها لضيافك وتحمري بها وجهك، سهله مهله ولذيذه جدا. ايضا جبت لكم مفاجأة لمحبي ركن الحلاقة، واحد اللون روعة يدرق لك الشيب بعد ما يهودوا لك الليماش ويخلي لك الليماش يبرقوا، يجدد اللون. تابعوني حبيباتي الى الاخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم غالياتي حبيبات القلب. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم فيديو متنوع من الركن الأخضر، من تحلية رائعة سهلة وسريعة. وتابعوني، جبت لكم مفاجأة تاع لون رائع للي دايره ليماش واللي فيها الشيب. تسحقوه بزاف. تابعوني حبيباتي، ما تراطوش هاد الفيديو. تسحقوه، على بالي بلي نسى بزاف يسحقوه. كاين اللي فيهم الشيب يبغوا يدرقوه، كاين اللي ما شهودوا لها وما تبغيش لا غاسين تقعد لها هكذاك. المهم تبعوا للاخير، ما تراطوش. نروحوا لنباتاتي. اليوم صبحت عليهم كيما كل صباح، نطلع عليهم نسقيهم. اليوم بغيت نوري لكم كيفاش ولاو. ياك شفتوني المره اللي فاتت بدلت لهم لي فاز، كل وحده بدلت لها البقال تاعها. شوفوا هادو كانوا صغار، هادي وردة الزنبق، هادي الصغيره تولي هكذا كبيره. هذه اللي جبتها لي ماني عاقله، قلت لكم وريتها لكم في فاز صغيره وحدها، كانت هكا ورقه وحده برك. شوفوا الله يبارك، من كبرت لها الفاز كبرت، ولات كل ورقه تخرج منها ورقه. وغرست معاها هذه العطرشه اللي هي الجيرانيوم، عفوا وردة الجيرانيوم معروفة. غرستها وحدها، تاني من نشوفها تطلع تاني نوخرها ونديرها في بقال وحده. وهذه هي تاني نفس الشيء. شوفوا كيفاش بدات تخرج الوريقات تاعها. هنا تعرفيها باللي شدت روحها لتحت، وتنجمي تقلعيها وديريها في بقال. غرست تاني لاناناز. هذه لاناناز شفت طريقة الغرس تاعها في فيديو تاع اليوتيوب، دونك بغيت نجربها وصدقت. شفتوا هذيك البرعم الاخضر لداخل بدا يخرج، صافي صدقت. هادو تاني غرستهم معاكم المره اللي فاتت، بغيت نوريهم لكم برك. شوفوا النعناع ما كانش كاين. هاد البقال كنت غارسه فيه النعناع، بصح ما كانش كاين من الفوق، كانوا باقيين غير جذور. الوغ عاود خرج. القاطفه كيف كانت عندي اون فاس كبيره وقلعت منها، درت هذه راهي صدقت طلعت، ودرت واحده اخرى ما زالت. شوفوا هنا نوري لكم وردة الزنبق، الورقة تاعها شوفوا كيفاش شدت روحها وبدات تخرج من تحت. شو هنايا السر في الاخر، الا تغرسي كل ورده وحدها، كل ورقه من هادو تغرسيها وحدها باش تكبر لك كيما اللي راهي عندي هادي، كيما هادي. دونك لازم توخري ورقه تقلعيها وتغرسيها وحدها، تطلع تولي ما شاء الله. تولي تاع غابه، انديري تاع غابه. هي اصلا هاد الورده تاع الوديان، تبغي الماء وتبغي السمش، لازم دائما التربه تاعها تكون مشمخه. عندي هاد لابلونط جابوها لي، والله ما على بالي كي سموها، مي خليتها وصاي. هذا هو حبيباتي، هذا هو الركن الاخضر نتاعي، ومازال بعد نوريه لكم من يكبر ان شاء الله، ومازال ندير فيه تغييرات. نروحوا لتحلية اليوم. التحلية الاقتصادية سهلة مهلة، وتنجمي ديريها لضيافك فيت ديريها تاني لوليداتك تفرحيهم بها. على بالي بلي تعجبهم بزاف. حطيها في لا ريسبسيون من يدخلوا ضيافك، تنجمي تحطي حاجه بارده
سينو ديريها في كوم ديسير مور العشاء ولا مور الفطور. المهم يعني نقول لك تحمر لك وجهك ساهله ماهله. بشكاره تاع حليب قلعت كاس وخرتو لا شونتيي، واللي باقي درتو فلون. نديرو اون كريم بالفلون. درت زوج مغارف سكر قلت لكم فيما تبقى من الشكاره هذيك تاع الحليب، ودرت 5 مغارف فلون. 5 مغارف فلون. انا استعملت هنا فاني اللي كان عندي في الدار. بون هاد الشكاره الكبيره تنقام لكم موان شير، اقتصاديه بالنسبه لهذوك لي بواط الصغار. تشري وحده كيما هكا خطره وحده تخليها في الدار تسحقيها. قلت لك لضيافك في رمضان سيرت في رمضان ما تخطينيش انا هاد الشكاره تاع الفلون يليق، ونشري من كل انواع، نشري شوكولا نشري فريز ونشري فاني. يليق في رمضان لازم. دونك قعدت لي عاده ولي دائما نشري شكاره وتقعد في الدار. قلت لكم هذه وصفه تسلككم يكونوا جايينكم ضياف ولا ديريها ووجديها وخليها في الفريجيدان. دوك راه البرد نورمال ديريها فيت فيت وحطيها. برك يكون عندكم نوع من الفاكهه ولا زوج باش نقدموا هذا الفلون هذا التحليه تاعنا. بعد ما درت المكونات تاوعي الفلون شويه سكر في الحليب، خلطتهم طبعا وخليتهم فوق النار حتى يغلاو، ونروح نحطهم في لي فيغين. هذه الطريقه الاولى وريتها لكم في الكيسان. الطريقه الاولى في الكيسان شوفي ديري اون كونتيتي صغيره، ديري كميه صغيره في الكاس ما تعمريش. من بعد نديرو فوقه الفواكه اللي عندنا، الفواكه اللي لو كان حبه بنان يا لو كان حبه تفاح. تنجمي مام وين ما تشري فاكهه دسي كميه صغيره في ساشي ولا في سيلوفان في الكونجيلاتور. وين ما تشري دسي نوع من كميه قليله من هذاك النوع في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدان حتى تلمي. بون في الكونجيلاتور تقعد لك، مي الا كان في الفريجيدان من تلمين كميه مليحه روحي ديري هاد الكريم ديسير تاعك وهاد التحليه اللي تجي شابه لوليداتك. هنا انا درت شويه بانان، شويه عنب شويه تفاح، الرمان راه وقته، العنب البوعيد. بون انا كنت داسه كيما قلت لكم كنت داسه من كل نوع داسه شويه شويه. من لميت هذيك الكميه بانت لي باش ندير باسكو ما تكفيش حبه حبه، دونك بانت لي باش ندير هذا الخليط اللي قلت لكم يجي رائع. وبالنسبه لطريقه غسل الفواكه حبيباتي، ما ديروش الجافيل في الماء، نديرو شويه ماء وقطرات خل ابيض ولا خل احمر عادي، وغسلي مليح الفاكهه تاعك كاع انواع تاع الفاكهه. غسلي مليح الفاكهه نتاعك وشليها وحطيها تتقطر من الماء. من بعد نشفيها بابي ابسوربون وتقعد لك هكا نظيفه. تنجمي تدسيها في ساشي في الفريجيدان تاعك. هذه بالنسبه لطريقه الغسل تاع الفواكه. ما نديروش الجافيل، ايفيتي الماء الجافيل. هذه هي باسكو يدينا بزاف من الفوائد تاعنا، والجافيل من الفوائد تاع الفواكه، والجافيل مضر للصحه. افورس نستعملوه في الخضر والفواكه راه يتنقل الجسم تاعنا وما يقلعنا من نسبه الفوائد تاع الفواكه والخضر. دونك ايفيتي حبيبتي الجافيل واستعملي في بلاصتو الخل الابيض. دائما ديري قرعه خل ابيض في الخزانه تاعك تحتاجيها للفواكه والخضر، وفي بلاصه ما تستعملي ابراف والجو ولا الجافيل. هذه هي كما راكم تشوفوا هنا. كاين طريقه مميزه لتقشير الرمان، بالك شفتوها معايا في الفيديو انا قدمتها شحال من مره. هذه هي الطريقه الصحيحه لتنقيه الرمان، راكم شفتوها معايا. بالنسبه للبرتقال لا كليمونتين هذه، شوفي الفرق تاع الحبه حليه وخرجي هذوك الحبيبات تاعها، استدير الفرق تاع التشينا غادي تحليه وتقلبيها وتحطيها هكا كيما الكره.
يعطيك شكل شباب بزاف، ومام في الماكله تاعه تجي اكسبسيونيل، تجي حاجه مميزه، ماشي كيما من تحطي تشينه هكاك فراق فراق. لا، في الديسير حلي الفرقه غير شويه افيك ان بو دو باسيونس برك. صبري معاها شويه، حليها من الوسط وقلبيها كيما راكي تشوفي. سينو ولا كنتي مقلقه كيما انا دروك، حليها بالخدمي على زوج وسيي باش تقلبي الحبه تاعك. تجيك روعه وتجي حاطه كيما راكم تشوفوا الكريم ديسير تاعي ولا التحليه تاعي ولا الديسير تاعي. بدا يبان، بدا يشهي. من بعد نحطوا له برك لا شونتي تاعنا وذوقيه كيما بغيتي. الا كان عندك الاخر لوز ايفيلي ولا كوكاو ايفيلي، كاين كوكاو ايفيلي موان شاغ على اللوز طبعا. تذوقي به روعه. انا ما كانش عندي، ما كانش حاضر. درت غير لا شونتيي وذوقت باللي كان عندي. طبعا تجي روعه. هذه لا شونتي تاعي درتها بون، درت كاس حليب بارد وكاس كاس كيما نفس العبر تاع لا شونتيي. ما درتش السكر باسكو عندي فلان ديجا حلو درت فيه السكر. غير كاس حليب كاس شونتيي وزوقت ولا شبحت الديسير تاعي ولا التحليه تاعي اللي جات تغير تغوي تغوي تغوي. وتقدميها لوليداتك ولا لضيافك بالصحة والهنا ان شاء الله. نروحوا نشوفوا الطريقة الثانية اللي تجي اروع من هذه. انا بالنسبة لي الطريقة الثانية مليحة بزاف لضيافك خير. علاه؟ باسكو فيها ما فيهاش الفلان. عوضت الفلان بال كريم ديسير. سيتادير الا كنتي فريمون مقلقه مكلاه تروحي ديري الفلان. صنعي لا شونتي تاعك برك وقطعي بالخف ديسير تاعك وديري لا كريم ديسير كراميل في بلاصه الفلان واللي درك تشوفوها معايا. بالنسبه لهذه الطريقه السهله مهله نحتاجو كريم ديسير. انا غادي ندير 2 اسيات دونك شريت زوج تاع لي كريم ديسير كراميل اللي تجيك حاطه وبنه بنينه بنينه بزاف. ما تحتاجيش تروحي تصنعي الفلان ولا تصنعي الكراميل. بهذا الشكل بنفس الطريقه تاع التقطيع اللي وريتها لكم قبيله تاع البرتقال. تذوقي الفاكهه تاعك. دو بريفيرونس ديري كل نوع من الفاكهه في جهه. اذا كان استعملتي نوعين من الفاكهه ديري جهه نوع وجهه الاخرى النوع وديري في وسطها الكريم ديسير الكريم كراميل تاعك. بهذه الطريقه. برك شوفوا معايا كيفاش تحلوا الكريم ديسير باسكو ما تهود لكمش لو كان ما ديروش واحد العفسه. كاين اسيس ديريها باش الفلون هذا يهود لك في الطبسي كيما راكم تشوفوا. قلبتها ما هودتش، ميم تقعدي تخبطي فيها الكريم ديسير تاعك ما تهودش. صوف الى دخلتي لها الهواء من الفوق هكا غادي تهود وحدها. بمقص مقسي شويه برك ما تقلعيش الطرف برك مقسي دوك يدخل الهواء والكريم تاعك تهود وحدها. بهذا الشكل. وهنا صنعت لا شونتيي صنعتها بالشوكولا دونك جاتني ماشي بالشوكولا درت مغرف تاع كاكاو برك. في مع لا كريم شونتيي بون قلت لكم كاس حليب كاس شونتيي زدت معاها مغرف تاع الكاكاو. للعلم هذه ماشي في نفس الليله تاع اللي درت فيها لي فيغين. هذه الليله الثانيه درت فيها هذا الموديل وبغيت نتقاسمه معكم ان شاء الله يعجبكم ونكون فدتكم ان شاء الله. هكا ما تحصلوش يجوا ضياف ولا تنجمي ديري لهم حاجه اكسبسيونيل، حاجه شابه بريزونطابل تحمل الوجه. اذا كان عندك قلت كيما قلت لكم لوز ايفيلي يجي روعه ولا كوكاو ايفيلي ذوقي به من الفوق يجيكم حاطه ولا مكسرات. هذه هي نروحوا درك حبيباتي للركن المعشوق اللي هو ركن الحلاقه.
شوفوا حبيباتي، هنا لا كليونت تاعي كنت دايره ليماش، درت لها ليماش صافي بالك 4 موا ولا لا ميم با 4 موا ولا 5 موا ان توكا الصيف اللي فات هذا. هودو لها ليماش وخرج لها الشيب. الشيب عندها بالك 40% حتى 50%. ما بغاتش تدرق ليماش، كنا قادرين نديرو صباغه لكاع الشعر توحيد اللون، بصح هي ما بغاتش تدرق ليماش، بغات برك تدرق الشيب. وهذه الطريقه الرائعه اللي ندرقوا بها الشيب كما شفتوا. الشيب كاين باين لها بزاف، بغات تدرق الشيب برك. هذا اللون يدرق لكم الشيب ويحيي الليماش، يحيي لكم لون الليماش. رحت جبت في اندريا دوتي رقم 5 صفر اللي يدرق لنا الشيب 100%، والرقم 6 1 اللي يحيينا اللون تاع ليماش و يقلع لنا اللون البرتقالي ايفيتي. بويسك شعرها هي كحل، نروح نستعمل لو 20 فوليوم ونستعمل النقطة من اللون الأزرق اللي هو 38 في أندريا دوتي. شوفوا لو 20 فوليوم استعملته على خاطر فيها الشيب، الشيب لازم تستعملي 20 فوليوم، وعلى خاطر اللون تاعها غامق، ما بغيتش نفتح اللون، هذه هي. وهذا النقطة قد حبة حمص تاع اللون الازرق اللي قلت لكم عليه، واللي يمنع بتاتا ظهور اللون البرتقالي في الشعر، واللي يعطينا لا كولور سوندغي ليماش تاعنا، وتقعد توجور في الغامق في لاغاسين. استعملت شوفوا بوغ هاد لا كونتيتي تاع لي شوفو، هي عندها الشعر عند ركبتها، ماشي طويل ماشي قصير، عند ركبتها. درت النصف تاع التوب تاع 5 قلنا اندريا دوتي، النصف تاع التوب تاع 6 1 توجور لا ميم مارك اندريا دوتي اللي نستعملها بزاف انايا، ونقطه رقم ازرق اللي نستعمله في لوغيات باسكو غير لوغيات اللي فيها البلو 38. واستعملت كميه من لوكسيدون 20 فوليوم. خلطوا مليح قبل الصبغه، من بعد عاد زيدوا لوكسيدون صح. نطبقوها في الشعر ونخلوها لمده 20 دقيقه، سمعوني مليح 20 دقيقه فقط. وش نديرو؟ نروحو نديرو هاد الغنساج، الغنساج ولا الطونور ولا لا باتين متعددة الأسماء طبعا، هي نفس الطريقة. لو غيست تاع الصبيغة تاعك أو الصبغة تاعك ما تقيسيش ما ترميش، زيدي له كيما شتيني انا كميه من الماء، زيدي له شويه ابري شامبوان ولا شامبوان دو بريفيرونس لابري شامبوان باسكو الشامبوان يقلع لك الصبغه. نستعملوا قلنا لابري شامبوان شويه ما وتخلطي مليح. هادي بعد 20 دقيقه من مرور الصبغه على شعرك تروحي تابليكي هاد الغنساج تاعك في شعرك، ستادير في ليماش، فهمتيني؟ في ليماش، وتمشطي بسلاكه رقيقه، تمشطي شعرك من لاغاسين تهوديه، من لاغاسين غادي ديري اون ديغراداسيون لا كولور تاعك هذيك اللي راهي في لا باز، تخرج لك لا كولور ديغرادي، ولي ماش يحياو. ما تامنيش عقلك، لي ماش بهذا الرقم اللي عطيته لكم اللي هو 6 1 غادي يحيي لك لي ماش. ان شاء الله تجربوها حبيباتي. ما ترعطوش هاد الصبغه، سجلوها عندكم باسكو بزاف اللي فيهم عندهم هذا المشكل تاع لاغاسين، سوا باغيين يدرقوها سوا فيها الشيب سوا فيها شعل من اللون. شوفوا هنا بعد اللي غسلت، شوفوا اللون الرائع اللي تحصلت عليه، شوفوا لي ماش حياو بانوا، لاغاسين ولات موحدة اللون، ولات فيفونت، الشيب ما يبانش، لون رائع. وفي الاخير ان شاء الله يكون عجبكم حبيباتي الفيديو، ان شاء الله نكون فدتكم
بافكار بالرقم الصبغه اللي تحقوها بزاف على بالي، سيرتو هاد الايامات بزاف اللي هبط لهم ليماج تاع الصيف. طبقوها وقولوا لي في لي كومونتير، نستناكم. ما تنسوش ديروا لي جيم واشتركوا الا ما كنتوش مشتركات، والى اللقاء حبيباتي، مع السلامه.